هلا متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم عندنا فصال رياضي وان شاء الله راح اشرح لكم عليه والكل يفتهم كل من وطريقته. صح هواية يعني على اليوتيوب وهاي فصالات، بس كل من يختار الطريقة الأسهل إله. فأني هذه أسهل طريقة إلي وللمبتدئات. اليوم عندنا هذه القطعة 2.25 متر. صاحبة القطعة كلش سمينة باعتبار قياس خاص، فإحنا جبنا لها تطعيم نص مترة. تريدين ردان 3/4 ونطعمه من هذا إن شاء الله. جبنا لها أسود راح نطعمه من هذا. صاحبة القطعة طبعا هاي مطبوقة 4 طبقات، مغسولة ومكوية. بنات من تغسلن القطعة أكونها بحيث الزوائد كلها تنسحب بالأوتية من تلبس. إذا ملاحظات من جوا من الكلوشة تقوم منا ومنا شلون يصير أطراف الذيل أو أي طريقة يسموها، تقوم تهدل منا ومنا فتصير كلش محلو، بينما متكوها تصير عدلة. عندنا هنا اليوم صاحبة الجلابية الأكتاف مالتها 50، قلنا لكم هي قياس خاص تقريبا. منا لهنا 25 والجهة الثانية 25، صار عندنا 50. هذا قياس الجلابية أو الثوب الأكتاف. أما بالنسبة للرياضي لا، نريد إحنا أصغر. منا لهنا أنا عندي 10 والجهة الثانية 10، صار عندنا شقد؟ صار عندنا 20 سنتيم. هاي منطقة الصدر. نجي عندها قياس من الكتف لمنطقة الصدر 40. احنا شو نريد 10 تكملة الردان 10 سنتيم، ونريد 30 سنتيم لمنطقة الصدر. شوف حبايبي أنا مخلية دبوس تمام. قلنا 10 ب30 صار 40. هاي عندنا من الكتف لمنطقة الصدر. نجي محيط الظهر. محيط الظهر الصدر هي قياس 130. محيط الظهر والصدر 130. عندنا هاي احنا 4 طبقات. نجي ايش قد عندنا؟ قلنا 130، نضيف لها 35. العفو نضيف لها 5، صار عندنا 135. مثلا نطبق هيجي خلينا نقول 135. نقسمها نقول 65. نطبق 65. عندنا هنا شوف حبايبي، خلي الدنبوس حتى يكون واضح. قلنا 135، ضفنا لها 5 سنتيم. منا لهنا نقول 32. الطبقة الثانية همين 32، والجهة الثانية هماتين على 32. قلنا نخلي زيادة منا لهنا لأن إحنا عندنا 4 طبقات، فيطلع عندنا العدد كله يصير 135 أو بعد بزيادة. هسه عندنا هنا 32. أنا مخليها دنبوس. إيش راح نسوي هسه؟ من هذا الدنبوس لهذا الدنبوس اللي قلنا عليها 10 سنتيم لهذا. شوف حبايبي، منا نقص عدل، نقصها عدل منا لحد هذا الدنبوس.
ونوقف. راح أقصها وأشوفكم. شوف حبايبي فصلتها، قلنا من هنا من 10 سنتيم مطبوقة، يعني راح تصير 20 سنتيم منطقة الصدر لحد 32 منطقة الظهر على الصدر. هذه راح أقول لكم شلون تخلون الفيتة وتقصوها قصة عدلة وكلوشة. شوفوا حبايبي هي حاليا هسه ما مبينة، صايرة شلون المثلث من يم الدنبوس لحد النهاية. أني مخلية الفيتة نجي نقص شوية ميلان، أني أقدر أقصها مباشرة، بس أريد يعني أسهل عليك الأمور حتى تقصنها عدلة، فهاللي خليت أني فيته. شوفن حبايبي تقصنها بدون خوف. طبعا دائما الخياط واهس، إذا ماكو واهس بالخياط نهائيا ما تقدرين تخيطين. بنات طبعا أني خياطة مال عبي، مو خياطة مال ملابس، بس أنا خليت ببالي إنه لازم أتعلم خياطة ملابس، أحب أتعلم الشي. والله فصلوا مرة قدامي، مرة واحدة فصلوا قدامي قلبية ورأسا صار عندي واهس وتعلمت. لا دخلت دورة لا رحت يوم واحدة نهائيا. شوفوا البنات هذه النهاية لا تقصنها. من نكمل القلبية هنوبة يلا نفصل الجوة. هسه وخرت قطعة منطقة الظهر ما نلعب بيها، كل شي بنسويها. هذه منطقة الصدر راح أقص، أنا أريدها مثل السبعة هيجي أقص، يعني شلون المثلث من هنا حبايبي. هاي قصيت هذا المثلث قدامكم، هاي منطقة الصدر. شوف حبايبي من أريد أخيط الردان على الجسم ما أخيطها هيك قبل عدل، لا أجي من هنا عدل ومن هنا هيك أسوي بيها ميلان وأجي لهنا للنهاية. قلت لكم من هنا عدل ومن هنا هيك أتقدم شوي لقدام وأجي للنهاية. ليش أتقدم أكثر من أصبع؟ حتى ما تبوط عندنا منطقة الصدر من يم الردانات تبوط. أسوي بيها من عدل ونوب أدخل بعد أكثر من أصبع وأجي لهنا للنهاية. هسه من أخيطها أشوفكم إياها. هسه راح نفصل النوب الردان. شوف حبايبي إيش قلنا قبل شوية؟ قلنا نريد منطقة تكملة الصدر بالردانات. احنا ايش خلينا 10 سنتيم، تمام 10 سنتيم. هاي القطعة نص مترة مطبوقة 4 طبقات، يعني مال ردانات 2. هاي من هنا لهنا 10 سنتيم. إذا تفتحيها تصير 20 سنتيم. عندنا من هذا الدنبوس لحد النهاية مالت الردان 35 سنتيم. خليت لكم إياها، خاف يعني ما تقدرون تقصوها عدلة، خليت لكم الردان. تمام راح أقصها قدامكم. نقص من هنا عدلة، ناخذ الدنبوس
حبايبي، كل سهلة يعني حتى ما تاخذ وقت. نرجع شوف حبايبي، هذه 10 سنتيم، إذا فتحناها تصير 20 سنتيم. هذه 35 سنتيم نهاية الردان. هسه احنا نريدها مثل الكلوشة. راح نخلي لها من هنا التطعيم من البداية من القماش مال الدشداشة. شوف حبايبي، شوفوا شبرين تقريبا 5 أصابع، بس هي قلت لكم سمينة. راح نخلي تقريبا بعد 3 سنتيم هيك، نخلي نهاية الردان من هذا القماش. هسه نروح للماكينة نخيط. شوف حبايبي، هاي قصيت وصلة تحشال منطقة الصدر وكويت لاصق، بس منطقة الصدر كويت لاصق. شوف حبيباتي، راح نستخدم هذا اللون، لأن عندنا هنا العين، شوفوها واضحة نفس اللون، حتى نكسر الألوان فيها. هنا خيطت الوصلة وبديت عليها بالمقص، قرضتها شوية شوية، ما أصل الخياط بس بالطرف. راح نقلبها ونخيط نعدلها. شوف حبيباتي، هسه سويت منطقة الصدر كلش حلو. هسه النوب جينا على منطقة الظهر، راح نكفها كفة صغيرة. تمام عيني، كفة صغيرة، والنوب نطبق الردانات ويا الجسم. هسه نشوفكم. هسه خيطنا الظهر وخيطنا الصدر، راح نخيط الردانات. الأكتاف همين نكفهن كفة صغيرة منطقة الكتف. هسه خيطنا الأكتاف مال الردانات. شوف حبايبي، خيطتهن اثنيناتهن. هسه راح نطبق الردانات ويا الجسم. شوف البنات، هذا الصدر وهذا الكفة مال الردان اللي خيطته، طبقت وحدة على وحدة وراح أبلش بيها للنهاية. بنات لا تخافن، يطلع لجن زيادة بالردان، يطلع لجن زيادة بالجسم شوية، عادي. شلون ما محفورة تحفرنها، لا تخافن. دائما بالبداية اللي تخيط تطلع عندها زوائد، أما بالردان أما بالجسم. شلون ما محفورة تحفريها مثلث، مو عدل، مثلث، تبدين بيها للنهاية. لا تخافن، خياط بسيط وسهل وما ياخذ وقت. شوف البنات، هسه الأمام هاي منطقة الصدر، هاي خياطتها. بعد عندنا منطقة الظهر، همين راح أخيطها. كلش حلوة صارت. هاي كملنا الجسم، طبقنا الصدر، طبقنا الظهر ويا الردانات. هسه عندنا بعد راح أخلي تطعيم نهاية الردن
والنوم أرجع أخيط من الردان للنهاية حتى أشوفكم الكلوشة شلون نخيطها أو شلون نفصلها العفو. شوف جتي عدلة. قلتلجن إذا طلعت زيادة بالردان عادي تقدرين تحفريها. عندش دلعة بالصدر لا تخافين، لا تفتقين ولا شي، مجرد تقلبيها ومن هنا تخصريها من فوق. كلش حلوة وسهلة. هنا كملنا القلبية، بقت بس الكلوشة من جوا نقصها ونعدلها وياكم. أنا قلت لكم نهائيا ما عدلتها أثناء ما فصلت القطعة، خليتها. ليش ما فصلتها؟ لأن تطلع زوائد من جوا، فمن تخليها للنهاية وتجي تقصيها تجي القصة كلش حلوة وعدلة. راح أصفطها وأشوفكم. هسه طبقتها طبقتين. شوفوا شلون طلعت الزوائد مبينة. تجين تقصيها قصة عدلة واضحة، كلش واضحة عندي. راح أقصها وأشوفكم. وهاي صارت قصة عدلة من جوا الكلوشة. دائما القماش الكشمير العادي أبو 5 أو 6000 أثناء ما تخيطينه يقوم يذب من نفسه، بينما القماش الزين 10 وفوق لا، يظل قماشه ثابت كلش حلو أبد ما ينطي من روحه. راح نكفها. وهنا كملت عندنا القلبية كلش حلوة. مثل ما قلت لك البنات، الخياطة يراد له واهس ويراد له جرأة. ما موجودات ذن عندك نهائيا، ما تقدرين تقعدين على الماكينة أو تقدرين تفصلين القطعة. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع ألف سلامة.